التوعية اللي لازم توصل للناس من ناحية التجار، اي حد في السوق المصري بيبيع اي حاجة فهو تاجر. لو انت بتبيع شقق فانت تاجر شقق، لو انت بتبيع في الشارع عسلية ومناديل فانت تاجر عسلية ومناديل وحاجات من دي. انا كتاجر ادوات منزلية، غيري ادوات كهربائية، غيري بيبيع مفروشات، كل دول محطوطين تحت مجمل التجارة. نيجي بقى لنقطة مهمة، ان هو انت ازاي تشتري الحاجة بسعر، بيعها بالسعر القديم، ولما تجيب جديد يبقى بيع بالسعر الجديد. طيب دلوقتي انت اشتريت شقة، اشتريتها من سنة بالظبط كانت عاملة 500,000، جيت دلوقتي انا عاوز اشتريها منك، سعر الشقة في اليومين دول لو انت بعت لي الشقة هتشتري غيرها ب1,000,000 جنيه. انت بقى هتبيع لي الشقة ب500 زي ما كنت جايبها من سنة، ولا هتبيعها لي ب1,000,000 عشان تعرف تجيب واحدة مكانها؟ لو على مفهومكم لو باعها لي ب1,000,000 يبقى كده هو غلط، المفروض يبيعها لي ب500 بيروح يشتري هو بقى ب1,000,000، ولما يعرف بقى اصلا يجيبها ب1,000,000 يبقى يبيع بقى بسعر ازيد ويكسب فيها. مفهوم غلط تماما. الكبه دي بتاعت سكاني، كنت عامل لكم عليها عرض ب 850 جنيه، طبعا العرض اتلغى لان انا لما بعت الكبه دي ب 850 جنيه رجعت اشتريتها ب 1000 جنيه، يعني حطيت 150 جنيه من جيبي عشان اعرف اجيب دي تاني، فاحنا بنخسر مش بنكسب. فلذلك لو انت راس مالك 1000 جنيه وجبت بيه حاجات ب 1000 جنيه ورجعت بعت الحاجات اللي ب 1000 جنيه ديت ب 1100 جنيه، يبقى انت كسبت 100. الحاجات بعد ما بعتها وكسبت 100 بقى معاك دلوقتي 1100 جنيه. نفس الحاجات نزلت تجيبهم لقيتهم بقى ب 1500، هتجيب منين ال 400 جنيه الفرق عشان ترجع تشتغل تاني؟ فلذلك هتبلط في الموضوع ومفيش شغل تاني. هي التجارة كده، لازم تكسب ولازم تزود على السعر اللي موجود عندك حتى لو قديم عشان تعرف تعوض الجديد. هو ده مجمل التجارة، وهي دي الحاجة اللي لازم تفهموها ولازم تعرفوها، علشان خاطر بعد كده لما الواحد يقول لك انزل اشتري، معاك فلوس انزل اشتري، تبقى تنزل تشتري. لان السوق مش بايدينا، واحنا برضو مش احنا التجار المتحكمين في السوق، احنا زينا زيكم بالظبط. التجار اللي متحكمين في السوق هم عارفين على البضاعة لحد ما السعر يستقر ويوصلوا لاعلى سعر هو موجود دلوقتي اخره كام وسعر الدولار اخره كام، بعد كده يفتح لنا الشغل وربك يسهلها ان شاء الله. هيكون طبعا سعر الزيادة عالي جدا. الوطنية النهاردة بتاريخ 28/1 الساعة 10 الصبح مبعوث لي تم زيادة 5%، الساعة 12:30 بعد الظهر مبعوث لي زيادة كمان 5%، الساعة دلوقتي 2:15 زيادة كمان 10%، يعني في 3 ساعات زيادة 20%. يرضي مين؟ ما يرضيش حد. فلذلك انزل اشتري اللي هتجيبه النهارده لبنتك حتى لو لسه في اعدادي، هتنفد بيه، حاجه ما بتتغيرش، السعر هو اللي بيزيد. يا ريت تعملوا بالنصيحه وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكتر من الناس وناس كتير تستفاد منه، واحنا اسفين ليكم يا مصريين.